النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية الخضراء ونخزنها في الفريزر بطريقة سهلة جدا جدا. هخليكي عندك ملوخية خضراء طول السنة وتطلعيها تعمليها كده وفي الشوربة اكنك والله لسه جايباها ومخرطاها. يعني بصي لسه جايباها كده اهو، عملتيها وحطيتيها في الشوربه على طول، ولا اكنها كانت متخزنه في الفريزر ولا اي حاجه خالص. وعايزه اقول لك المكونات بتاعتها بسيطه جدا 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 وهتعجبك قوي وسهله قوي. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. دلوقتي انا جبت الملوخيه الخضراء ديت. بصراحه مش انا اللي جبتها، يعني حماه اللي جابها لي يعني. وجبتها قعدت بقى انا وحماتي قطفناها كده اهو من العيدان بتاعتها لحد ما خليناها بالشكل ده. هي بصراحه تعبت فيها اكتر، لازم ادي كل واحد حقه. واللي تعب في حاجه يعملها. بس اكيد خدتها بقى منها وحطيتها كده في الطبق زي ما هي كده اهو تحت الميه زي ما انتوا شايفين. لازم ان انا اغسلها كويس جدا واغسلها كام دور كده عشان يعني بيبقى فيها تراب كتير وطينة والحاجات دي، فلازم تطلع معايا تمام. لازم نغطسها كده ونطلعها ونصفيها، نفضل نغسلها كذا مرة عشان تتظبط معايا. دولت كانوا حوالي 2 كيلو ونص من الملوخية. بس طبعا لما قطفناها بقى ورمينا العيدان وبقى في حاجات طبعا فيها من جوه والكلام ده، فهي بتقل شوية. بس بصراحة بتديك يعني نتيجة حلوة وبتبقى سهلة ومتوفرة عندك احسن بكتير من المجمدة. انا بعد ما غسلتها وشايفين بصوا الطينة اللي نازلة منها عاملة ازاي، شايفين التراب عشان انا عملتها كم مرة زي ما قلت لكم. هنا بقى جبت المصفى، قلت ان انا اغسلها برضو كويس عشان لو في اي رواسب ولا اي حاجة تنزل من الاخرام بتاعة المصفى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حبيت اوريكم بس كده كام خطوه بتوع غسيلها عشان تبقوا واخدين بالكم وعارفين. والمكونات بتاعتها مفيش اسهل ولا ابسط منها. يعني انا بصراحه لما دقتها اول مره ما كنتش مصدقه ان دي ملوخيه خضراء. وعلى فكره انا عملتها قدامكم وقلت لكم هبقى انزل لكم طريقه تخزينها في كذا فيديو يعني عملته. فيا رب بقى اللي متابع فيديوهاتي هيعرف الكلام دوت وهيعرف انا قصدي امتى وانهي اللي عملتها قدامكم. واتمنى ان انتوا تتابعوا الخطوات للاخر عشان فيها كلام مهم وحاجات مهمة هتنفعك وهتفيدك لما تيجي تعمليها. انا بعد ما غسلتها كويس جدا جدا وظبطتها بقى زي ما قلت لكم سبتها كده اهو تتصفى في المصفى بالشكل ده على ما اروح بقى اعمل المية اللي هنعملها فيها. هنا جبت كده مية سخنة او حطيتها على النار او مية فترة براحتك، يعني كده كده احنا هنسيبها لما تغلي. وهنحط عليها معلقة كبيرة هرمي كده من السكر. طبعا المعلقه دي ما كانتش كبيره فانا حطيت معلقه ونص، فانت المعلقه تمليها كويس جدا فتبقى معلقه كبيره زي معلقتي تبقى معلقه ونص. وهنحط معلقه كده اهو من بيكربونات معلش اصلا مش بعرف اقولها وهنقلبهم بقى كويس كده مع بعض على النار لحد الميه ما تغلي. طبعا السكر مادة حافظة للكربوناتو سوري للملوخية. وفي نفس الوقت الكربوناتو هنقول بقى كربوناتو على طول عشان انا مش عارفة تتقال ازاي. بتخليكيش الملوخية بتاعتك تسود، بتفضل خضرة زي ما هي اكنك لسه جايباها زي ما قلتلك. فلازم المكونين دولت يتحطوا. مش هينفع اقولك استغني عن حاجة فيهم زي ما بقولك في وصفات تانية. يعني هتجيبيهم بشيء بسيط جدا، السكر متوفر عندك والكربوناتو متوفرة، يعني بتتباع باسعار رخيصة جدا. تمام. هنحط كده الملوخية بعد ما المية غليت يا دوبك تاخد قلبة كده اهو، والتانية مش كتير، هو يعني بنغطسها بس اللي هو كلها تشرب من المية بتاعتها بالشكل ده. نقلب كده عشان كلها تبقى مظبوطة معايا وكلها تتشرب يعني من المية بتاعتها اللي احنا عملناها دي. وهنا بقى كنت هطلعها في المصفى بس حماتي استعانت هي بالخطوة، استعنتي بقى يعني في الخطوة دي. طبعا الناس برضو اللي اقدم مننا في المطبخ وكده بيبقوا اشطر، وهي بصراحة شاطرة جدا. خدتها يعني قلت انا هطلعها لك انا في المصفى من غير ما توشيلي الحله، عشان انا كنت عايزه اخد الحله يعني عند الحوض واصفي الملوخيه. فهي قالت لي لا هاتيها انا هعملها لك. كتر خيرها برضه، تعبت بصراحه فيها يعني في التقطيف بتاعها، قطفت اكتر مني بكتير وعملت لي كمان صفيتها كده من الحله. ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها.
بصوا برغم ان احنا غسلينها كويس جدا جدا، بس شايفين بقى الميه برضو بتبقى عامله ازاي، والخضار دوت بتاعها. بصوا هنا اول لما خدتها من وهي سخنه رحت فاتحه عليها شويه الحنفيه يعني، عشان ايه احنا لسه هنعملها في الكبه، عشان طبعا كده ايه هي سخنه على الكبه. تمام. بعد بقى ما اديت الملوخيه بتاعتي شطفه بسيطه كده هو بالميه، شطفه بسيطه مش كتير، روحت بقى ايه هعمل بقى الشوربه بتاعتها حوالي كوبايه ميه بالمج اللي انا وريتهولك دوت، واحط عليها مكعب كده من الماجي الفوريه. دي الشوربه اللي احنا هنعملها بيها. طبعا احنا لما بنيجي نعمل الملوخيه بتاعتنا كده كده بنعمل لها شوربه، او لو متوفر عندنا بقى شوربه فراخ شوربه لحمه حسب ما انت بتحبيها فبتعمليها بيها. فهنا مش لازم انت تعمليها بشوربه، فدي بس مجرد تديها ايه تطعمها كده. هنا انا حطيت الشوربه دي على النار، عملتها غليت معايا، رحت خدتها كده وهي سخنه، والملوخيه برضو كانت سخنه معايا، ما كانتش بارده يعني، اللي هي فتره كده اهو. حطيتها بقى في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. احط عليها كبشه والتانية. تمام، عشان بس الكميه دي كبيره. وفي الكبه لو انت بقى بصي الخطوه دي برضو مهمه، لو انت مش متوفر عندك كبه، في ناس كتير مش عندها عندك خلاط، على فكره جميله برضو جدا، انا جربت شويه في الخلاط حلوه ومظبوطه واتفرمت يعني معايا كويس. لو مش متوفر عندك ده يبقى انت مش هتتعطلي وهتعملي في الخلاط عادي جدا. وطبعا كل بيت مصري فيه خلاط يعني، في ناس ما عندهاش كبات لكن عندها خلاط. هنضربها بقى كويس جدا كده. انا هنا كنت برجعها عشان الخليط اللي من فوق ينزل وتتفرم كلها معايا وقوامها هيكون مظبوط. طبعا الملوخيه بتسهل عليكي كتير في الوصفه ديت في تخزينها يعني، لو مثلا ضيف جالك وانت مش عامله اكل بتطلعيها تعملي جنبها حاجه، بتكون سريعه وبتنجز معاكي كتير في الوقت. هنا بقى بعد ما كنت فرمتها كويس على النار على الكبه، ولا ايه سوري، مش تفرميها اللي هو قوي يعني، بس اللي هو تبقى برضو خشنه سنه معاكي عشان تبقى زي اللي احنا بنبقى مخرطينها بالمخرطه. اظن مفيش اسهل من كده خالص يعني، عملتيها بمنتهى السهوله مفيش اي تعب. وبصراحه التعب اللي فيها بس عشان ما ابقاش كدابه يعني في مصداقيه في الكلام، هو التقطيف بتاعها. وكده كده انت لو هتخرطيها بالمخرطه بتقطفيها، ما خرطيهاش يعني في كل الاحوال هو التقطيف بس اللي بيبقى صعب، لكن هي بقيتها كلها سهله جدا جدا وبسيطه، وما بتتعبيش خالص في ضربها. وطبعا انت هتعملي بقى الكيس بحسب اللي انت على قدك، عايزه الكيس كبير عايزه الكيس صغير يعني. انا الكيس الاولاني ده كان كبير معايا فما حبيت يعني صغرته شويه للملوخيه كده، عشان ايه يعني على قد انا وجوزي، فمش هتبقى مش هعمل ملوخيه كتير يعني. تمام. وانا على فكره يا جماعه مش من محبين الملوخيه قوي يعني، طبعا كلكم هتستغربوا لان ناس كتير لما بتسمع كده بتستغرب ان ازاي في حد مش بيحب الملوخيه قوي، مع اني والله بعملها تحفه. هنا بقى بعد ما حطيت كده اهو في الاكياس، انا حبيت اوريكم الكيس برضو التاني. مش هنربطه، هنبططه بالشكل ده زي ما بنشتريها من بره، مش بتبقى مبططه كده اهو. وفي نفس الوقت غير ان زي بره احنا مش هتاخد معانا مكان في الفريزر، لما نبقى مبططين الكيس بالشكل ده كده اهو ونجي بقى نحطها في الفريزر نرصها فوق بعضيها، هتاخد معاكي مكان قليل جدا جدا ومش هتعمل لك زحمه ولا اي حاجه، غير لما تكوني ربطها. وفي نفس الوقت لما تيجي تعمليها في الشوربه هتفكي منها الكيس بمنتهى السهوله وتروحي حاطاها على الشوربه بتاعتك، هتبصي تلاقيها فكت وتعملي الطشه بتاعتك بقى الحلوه الجميله وتعيشي حياتك عادي جدا. واللي هيشوف الفيديو ده وهيجرب الملوخيه والله هيدعي لي وهيدعي بصراحه لحماتي برضو ساعدتني وحماية، ربنا يديهم الصحه. فاتمنى ان تكون الوصفه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وطبعا محبين الملوخيه بقى هيفرحوا قوي قوي. ان شاء الله الوصفه تكون سهله وسريعه وتكون عجبتكم، واشوفك في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.